صباح الهنا، صباح السعادة، أجمل صباح على أجمل متابعين في الدنيا، على أحلى ناس في حياتي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. أتمنى الفيديو يعجبكم، وأتمنى كمان إني أكون ضيفة خفيفة على قلوب حضراتكم، عشان خاطري ما ننساش حتة اللايك الصغنطوط تشجيعا لحضرتي إن أنا بدخل وبصور، وكمان بتعب جدا في الفيديوهات. تعالوا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأقول لكم الأسعار. النهاردة كان يوم الجمعة ونزلت السوق. الكرنبتين دول الكرنباية ب15 جنيه، تمام. والخضرة بتاعت المحشي أو الكزبرة والشبت الرابطة ب5 جنيه، والليمون كمان ب5 جنيه. والطماطم الجامدة الحلوة دي هنعينها كده في التلاجة تكفينا طول الأسبوع ب10 جنيه. والبطاطس كمان كانت ب15 جنيه. وكمان الطماطم الطرية كانت الكيلو ربع ب10 جنيه، والفلفل ب15 جنيه، والخيار كمان ب15 جنيه. وجبت السمك ده كده كان ب80 جنيه. قولولي عندكم الأسعار عاملة ايه، وزي عندي ولا لأ. أتمنى الفيديو يعجبكم، أتمنى كمان إني أكون ضيفة خفيفة على قلوب حضراتكم. ابتدينا يومنا كده بالصلاة على النبي وبالاستغفار زي ما بنقول كل مرة. وحبيت أشارككم يوم الحلو اللذيذ ده، وأتمنى كمان إني أكون فعلا ضيفة خفيفة على قلوب حضراتكم. ما تكونوش بتسمعوني وانتوا زعلانين، او ان انتوا مثلا حد فاتح قناة وبدخل علشان يعمل مشاهدة وخلاص. لا، انا بجد بستمتع جدا من كومنتاتكم الجميلة. ببقى مبسوطة قوي من فيديوهاتكم الحلوة اللذيذة، من كومنتاتكم الحلوة اللذيذة اللي بتكتبوا لي فيها اجمل كومنتات. ربنا يسعد قلوبكم جميعا زي ما بتسعدوا قلبي بالكلام الحلو الطيب. حابة أشكر كل الناس الجميلة اللي واقفة جنبي. حابة أشكر كل الناس الحلوة اللي بتدعمني. ربنا يديلكوا الصحة كده، وربنا يديلكوا رضا النفس. رضا النفس ده أحسن حاجة في الدنيا، إن أنت تبقي راضية عن عيشتك، عن أكلك، عن شربك، عن ولادك. ربنا يرضينا في كل حاجة، اللهم أمين. زي ما حضراتكم شايفين طبعا نزلت بقى، ظبطت التسويقة بتاعتي كده في التلاجة بتاعتي، وقلت بقى ايه، نجري على الجرن علشان خاطر نعمل يوم حلو لذيذ. هنشوي السمك هناك، وكمان هنعمل الرز على الكانون. طبعا مش عايزين كلام لان احنا شوينا السمك كم مرة مع بعض. وايه طبعا الرز بتاع الصيادية بتاع السمك مش محتاج مني كلام. حابة بس والله اتكلم معاكم شوية، واقول لكم ان انتوا وحشتوني، وعاوزة اقول لكم ان انتوا الدعم الوحيد ليا في الدنيا. انتوا اللي بجري عليه ساعة ما بكون زعلانة او تعبانة او زهقانة من الدنيا اللي انا فيها. بجري جري واصور واخرج كده معاكم في فيديو حلو وفيديو لذيذ. وبتمنى كل فيديو بعمله وكل حاجة بعملها تكون كده خفيفة عليكم، وكمان آه تكون سهلة وتكون بسيطة. وكمان انا ما بكترش ليكم الدقايق بتاعة الفيديو. يعني انا الفيديو ده عاملاه 6 دقايق، واللي قبله منه برضو 5. فبصوا بتلاقوا يعني الحاجة بسيطة، مش للدرجة ان انا بفضل مشغلة الفيديو حوالي تلت ساعة او ربع ساعة. لا، انا برضو عذر الناس، وكتر خيركم ان انتوا بتدخلوا بتتفرجوا. وكتر الف خيركم، متشكرة جدا ليكم ان انتوا واقفين جنبي. ربنا يديمكم نعمة كبيرة ليا في حياتي. زي ما انتوا شايفين يومنا الحلو لذيذ ابتدى بالحدوتة. الصبح رحنا السوق، وطول اليوم بفضل اجري زي ما انتوا شايفين كده من البيت للجرن. البيت بتاعنا بعيد عن الجرن كده بحوالي 20 متر او 30 متر كده في الحدود دي. والله العظيم افضل اروح مرتين 3 في اليوم علشان خاطر اروح اشوف البط واشوف الفراخ واشوف الحاجات اللي حضراتكم شايفينها دي. طبعا كل ما بنولي الحاجة وبنأكلها ونشربها ونشوف البطة اللي تعبانة والفرخة اللي مش مظبوطة ونجيب لها علاج ونظبطها. ربنا يبارك في كل حاجة. اوعي تزعلي من اي حاجة انت بتعمليها، انت بتعملي وربنا ما بضيعش تعب حد ابدا. زي ما قلت لكم ان انا بقالي 5 سنين فاتحة القناة، ونفسي ربنا يكرمني بأي حاجة، ان احس ان انا عملت اي حاجة في دنيتي، بس مش اكتر والله. احس ان انا انا ابتديت المشوار، عاوزة اكمله للاخر. ان ربنا يكرمني في القناة دي بصراحة. انا بصرف عليها كتير وبشتغل عليها كتير. نفسي ربنا يكرمني كده ويسعد قلبي بحاجة حلوة، بباب رزق ليا، بأي حاجة. ربنا يسعد قلوبكم جميعا يا رب. فزي ما انتوا شايفين بنتعب وبنشقى طول النهار وما بنقولش غير يا رب. كل لما بقول حاجة بفضل لما ببقى مخنوقة أفضل أصلي على النبي واستغفر ربنا، وطبعا بصلي
وادعي ربنا وقول يا رب، يا رب ماليش غيرك، يا رب بارك لي في ولادي، يا رب بارك لي في مالي، يا رب بارك لي في صحتي اللي هي احسن من حاجة في الدنيا. وادعوا لي علشان خاطري كده ربنا يهدي لي ولادي، لان بصراحة الفترة دي حاسة ان في حاجة غلط، مش عارفة هي ايه. الولاد مش مظبوطين خالص، بالذات البنات، بناتي مش عارفة في ايه. كل يوم مشاكل، كل يوم دوشة. حاسة ان في حاجة كبيرة جدا، مش عارفة نقول العين. الناس كلها عندها خير، والناس كلها خير وبركة. ربنا يهديهم ويهدي لكم ولادكم يا رب العالمين، ويسترها معاكم ومعانا كده، اللهم امين. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، اتمنى كمان اني اكون ضيفة خفيفة على قلوب حضراتكم. هنا كنا خلصنا الغدا زي ما انتم شايفين. عملنا شوية رز صيادية كده، مش عاوزة احكي لكم على طعمهم على الكانون حاجة تانية. واوعوا تحسبوا كده ان الكانون ده بيحرق الاكل، لا نهائي، بيخلي الاكل له طعم تاني كده. وشايفين بقى دخلنا الأوضة ناكل، ما شاء الله. أتمنى إن الفيديو يعجبكم، متشكرة جدا لحضرتك.